أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. فيديو وصور أروى عمر الفاضحة تثير الجدل وتقلب المواقع والفنانة تنهار باكية. سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسع بعد انتشار صور وصفت بالفاضحة للفنانة والمشهورة اليمنية أروى عمر. واتضح من متابعة وسم أروى عمر الذي تصدر الترند بتويتر أن مشهورة مواقع التواصل اليمنية أروى عمر هي من نشرت هذه الصور والمقاطع على حساباتها ثم حذفتها سريعا. وأوضحت في مقطع لاحق بدت في منهارة وتبكي أن هذه المقاطع قامت بنشرها بالخطأ وطلبت كل من حملها أو خزنها لديه بحذفها وهي تبكي بشدة. وقالت أروى في التسجيل الصوتي الذي انتشر لها: يا جماعة ترى الفيديو نزل بالغلط، أسألكم بالله أن يحفظ لكم عيالكم ويحفظ لكم بناتكم أن تحذفوه. وبينما طالب الناشطون بالاستجابة لطلبها واحترام خصوصيتها وعدم نشر الصور، ذهب آخرون إلى أن هدفها هو الشهرة ولفت الأنظار إليها عبر هذه التسريبات التي وصفوها بالمتعمدة. والمقطع الذي نشرته أروى عمر عن طريق الخطأ كما تقول يظهر أجزاء من جسمها ثم قامت بحذفه، إلا أن بعض متابعيها قاموا بالتقاط صورة للشاشة وبدأوا بنشرها. ومن جانبها ردت رحمة الغامدي صديقة أروى بعد انتشار الفيديو لها وقالت عبر حسابها بسناب شات: كل القاعدين يرسلون لي مقطع أروى عمر حسبي الله عليكم استروا على أعراض الناس. وتبعت أروى عمرها: ما نزلت شيء من جسمها باين، خافوا ربكم ولا أحد يرسل لي أي شيء، بطلوا استشراف وبطلوا ضرر لخلق الله، دعوا الخلق للخالق. هذا وأكدت أروى عمر أنها ستقاضي كل من قام بالتشهير بها. وعلقت أروى المقيمة في السعودية في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات أن القانون سيربي الجميع، وبينت أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها. ويشار إلى أن أروى بلوجر يمنية مقيمة في السعودية، ولدت بمدينة الرياض لأسرة اعتيادية في عام 1996 ميلاديا، وتحمل أروى الجنسية اليمنية وتقيم بالعاصمة السعودية الرياض. يا جماعة ترى الفيديو نزل بالغلط، تمام؟ أسألكم بالله، واللي يحفظ لكم عيالكم يحفظ لكم بناتكم، الصور اللي كبشرت على الصورة واللي كبشر على الصورة لا يطلعها، دخيلكم يا جماعة عمري. مساء الخير. طالعة عشان موضوع مرة مستفز للأمانة، يعني أنا أكلت معايا مرة كتير مرة. شوفوا، اللي ترضى أو يرضى على أعراض غيره الله يبليه في نص بيته. أديكم هي من الآخر، والله العظيم اللي حتنشر فيديو أو صورة وقسما بالله حيجيها يوم أسود وأخس من كده. الشيء اللي صار قبل شوية وكلكم ما شرحته، عملته سكرين شوت. آدمية هي صاحبتي وانا مرة اعرفها كويس، لما تيجي ترسل ما تنتبه ترسل كيف، وكم مرة تصورت وقلنا لها امسحي في نفس الوقت وغلطت. فمو معناته انه احنا نستنى على الناس بلا وناخده ويلا ما شاء الله ما نقصر في كل مكان. فبليز ما يصير، والله ما يصير. عندكم اخوات وعندكم بيوتكم ما تبغوا تخسروها عشان ربنا لا يرد لكم اللي انتوا عملتوه. ما حد فينا محلل كل اللي صار منكم، والله العظيم قسما بالله فيكم خير وكلكم ناس وعالم ان شاء الله كويسة. اللي صور الشاشة يا ريت يحذفها. انا بتكلم وانتوا عارفين الموضوع يخص مين، يخص أروى عمر. من جد يعني مو طبيعي ليش تصوروا شاشة على شيء باين انه نزل بالغلط. بنت ما تبين شيء منها، فلما نزل الفيديو ده نزل فعلى طول تصوروا. مو طبيعي، ترى مو طبيعي. اللي يخاف على أعراض أهل بيته ما حيعمل الشيء الغلط ده. بس والله نصيحة، يعني كلنا بنغلط وكلنا بتطلع مننا أشياء يعني ما تيجي على البال. فبليز بليز 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 أتمنى إنه المقطع كل اللي صوروا يحذفوا.